السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ومعانا فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. يلا عدت بقى ليلة النصف من شعبان، ويلا بقى نتحمس، ما عادش غير 15 يوم على رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب كلنا جميعا. فقررت بقى ان انا اعمل كده كل يوم كده مهام يومية، جنب طبعا شغل البيت والولاد، عشان طبعا عارفين ان رمضان جاي السنة دي في عز الدراسة والدروس، فاحنا فعلا ما عندناش وقت. فانا قررت كده ان انا اعمل كل يوم مهام يوميه كده جنب شغل البيت، بحيث ان انا ما تقلش الدنيا عليا. كان بقالي فتره كبيره ما عملتش دوره خل في الغساله، وطبعا كنت غاسله الحفاظات بتاعه الارض، فالغساله كانت متبهدله حرفيا. شايفين الفلاتر؟ هنغسلهم مع بعض دلوقتي وهننضفهم وهنخليهم زي الفل. زي ما انا قلت لك، ما تكركبيش على نفسك، وان شاء الله هنعمل مع بعض جدول. كل اللي هروقه معاكم هنزله لكم في فيديو، واقول لكم انا انجزت شغل بيتي ازاي وخليت شقتي على رمضان زي الفل. اول حاجه طبعا الغساله، انا بمسكها كده بقى بسبونشه بسلكه ناعمه كده من بتاعه غسيل المواعين عادي، وبديها غسله كده، بس مش اللي هو بدعك يعني، لا عالطاير كده، بس فعلا رجعتها جديده. مسكتها كمان كده من عند لوحة المفاتيح، وبقوم جايه برضو مصبناها، واقوم جايه على طول مسحاها. طبعا عندي الغسالة قريبة من البوتاجاز، فممكن ان هي تتبهدل معايا وكده. جبت لها حافظ وطلع كبير عليها، يعني هي 13 كيلو، وجبت لها حافظ كان اكبر من 13 كيلو، فشكله ما عجبنيش عليها بصراحة فشلته. زي ما انا قلت لكم، الغساله كانت متبهدله جدا يا بنات، مسكتها حته حته كده لحد ما رجعتها جديده ونضفت الفلاتر. وهقول لكم نضفت الفلاتر ازاي، وكمان عملت لها دوره الخل. مسكت بقى الغساله جوه وبره، من قلب الغساله من جوه، وزي ما انتم شايفين كده. وبرده زي ما انا قلت لكم بسبونشه او سلكة مواعين تكون ناعمة، وتاخديها على الطاير كده. بس فعلا بتفرق جدا يا بنات في الغسالة وفي ريحة الغسالة. وطبعا دورة الخل مهمة جدا، اللي هي بتنضف لنا الفلاتر وبتنضف لنا الحلة بتاعتنا. في الوقت ده انا كنت زي ما انتوا شفتوا في الفيديو، انا كنت نقعت الفلاتر بتاعتي كده في شوية مية وشوية بريل، وحطيت شوية مية سخنين عشان يدوب لي اي رواسب فيها. وبعدين هقول لكم انا هنضفها ازاي وهتطلع معايا زي الفل. بعد كده لما نضفت الغسالة، بدأت بقى ان انا ادلق مية كده، وبدأت ان انا اغسلها ونضفت غسالتي. وبعد لما نضفت ده كله ونشفته، غسلتها برضو من الجناب، وغسلتها من قدام كده من عند الغسالة. رجعت البودي بتاعها كله بالغسالة كده كلها فلها، اكني لسه مطلعه الغسالة من كرتونتها. هنشفها معانا كويس بالفوطه، طبعا احنا بنصبن، ومعانا فوطه في ثانيه كده نلمع بيها الغساله. كلنا عارفين ان الادوات الكهربائيه اليومين دول يعني عدت وراحت في داهيه، ربنا يستر علينا يا رب ويعدي الايام دي على خير. فلازم اللي عنده جهاز يعني يشم ويلمه كده ويحافظ عليه، لان فعلا الدنيا بقت غلا يا بنات. واللي جاب حاجه عدى بيها مش هينفع ان هو يعرف يجيبها تاني من الغلا اللي احنا فيه. شايفين؟ زي ما انا قلت لكم، مسكت الغساله فعلا رجعتها جديده حرفيا، خليتها لكني لسه مطلعاها حالا من الكرتون. اللي هيفرق معايا في الغسالة بقى دورة الخل. هنعمل مع بعض دورة الخل، بس احنا دلوقتي برضو مسكت الجوانب بتاعة الحلة دي، بيبقى عليها رواسب برضو كده زي تراب ناعم والحاجات دي. شفت مسكتها عملتها ازاي؟ مسكتها برضو بالسلكة كده صبنتها، وبعد كده قمت جايبة الفوطة وقمت جاية ملمعاها. اللي نضف معايا الفلاتر بقى كانت فرشة قديمة كده بتاعت سنان، مسكت بيها الفلاتر. انا مش قادرة اقول لكم الفلاتر كان فيها رملة ناعمة كده وترابة ناعمة كده، عشان زي ما انا قلت لكم انا كنت غاسلة فيها الحوافظ بتاعة الارض، فكانت لما كمية بتاع. وطبعا بقالي فترة ما كنتش عملت دورة الخل، وكنت يعني مهملة في الغسالة جدا. انا دايما بحب كده لما اجي اعمل روتين عميق بقى، اللي هو الروتين العميق بتاع السنة اللي احنا بنعمله ده، اهمل الدنيا شويه، اروق او اعمل كل حاجه، بس ببقى مهمله عشان اما اجي ان انا اعمل التنظيف العميق تلاقي الدنيا بقى نورت معايا كده. فده اللي انا عملته في الغساله، عشان لما جيت انضفت الغساله فعلا الغساله ظهرت ورجعت اكنها جديده. نضفت الفلاتر وخليتها زي الفل، ورجعت غيرت الميه ونقعتها الميه تاني بقى بشويه بريل، بشويه برسيل جل، اي حاجه عندك، برسيل عادي، اوكسي، اي حاجه حطيها بقى وسيبي الفلاتر منقوعه فيها. فعلا رجعت الفلاتر فله، نضفتها كده بالفرشه. يعني لو انت هتنقعها في ميه كده بس مش هتغسليها، ما كانتش هتنضف، لان فعلا الفلاتر كانت متوسخه جدا، وكانت لما رواسب كتير قوي.
هننضف بقى الفلاتر وزي ما انا قلت لكم، هنبدا ان احنا بقى دلوقتي نعمل لها دوره الخل. شايفين الفلاتر يا بنات؟ شايفينها في اول الفيديو كانت عامله ازاي، وشايفينها دلوقتي كانت عامله ازاي. يلا بقى، لو انت معايا لحد هنا واستفدتي من الفيديو باي حاجه، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه لاختك، وكومنت حلوه ودعوه منك حلوه ليا، عشان ان شاء الله نكمل بيكم باذن الله. احنا خلصنا كده كده يا بنات، خلصنا الفلاتر ونضفناها وخلصنا الغسالة. الفلاتر فعلا رجعت جديدة حرفيا بالفرشة. يعني هي لو انت عندك كده في اي فرشة قديمة ما ترميهاش، اركنيها هتستخدميها. رجعنا بيها فلاتر الغسالة نضيفة وزي الفل. دلوقتي بقى ما عادش عندي في الغسالة، والغسالة بتاعتي كلها تمام من بره، مبقاش معايا بس غير دورة الخل. هبدأ بقى، طبعا مش هنركب الفلاتر دلوقتي، احنا هنعمل دورة الخل بتاعتنا وبعد كده نركب الفلاتر. يعني الفلاتر دي في الاخر لما بنخلص دورة الخل بنرجع بقى نركب الفلاتر. هنبدأ ان احنا نشغل كده عن الغسالة ان هي تسحب المية عادي بتاعتها، ونعمل دورة الخل بتاعتنا. وزي ما انا قلتلك، ده المهام بتاعتي اللي انا بدأت بيها النهاردة. اعملي مهام لنفسك، ويلا كل يوم جنب شغل بيتك، جنب اكلك، جنب حياتك اليومية العادية، اعملي حاجة واحدة. لسه قدامنا 15 يوم بإذن الله، هنزل لكم كل يوم انا هعمل ايه في فيديو، ونخلص شغل بيتنا من غير مجهود ومن غير تعب. هتوحشونا لحد الفيديو اللي جاي. مع السلامة.